أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض الحمص الشام، أحلى حاجة نعملها في الجو ده. ونجهز الدقة بتاعته زي عربيات الحمص بالظبط، وكمان هقولكوا على الإضافات اللي بنحطها على الحمص عشان طعم المية بتاعته يبقى حلو قوي. الحمص طبعا نقعناه 24 ساعة، دي أفضل طريقة لكل البقول. بس لو انتوا مستعجلين ممكن تنقعوه في مية مغلية وتسيبوه لحد ما يبرد، وبعد كده تدلقوا المية ونبتدي نشتغل فيه عادي. هنبتدي نزود المية المغلية ومش هنحط أي حاجة لغاية ما نشيل كل الريمة اللي بتطلع دي، لغاية ما المية تبقى صافية خالص. الخطوة دي مهمة طبعا. وبعد كده هنحط الإضافات بتاعتنا: فصين من التوم، ورقة من اللوري، واحدة كده من الفلفل، وبصلاية صغيرة أو نص بصلاية. وهنسيب الحمص لغاية ما تقريبا يبقى 3/4 سوا. هنختبر واحدة من الحمص كده نلاقيها بتتهرس بمنتهى السهولة، نبتدي نشيل بقى كل الإضافات اللي حطيناها، وهنحط معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وهنحط التوابل: ملح وكمون وبابريكا والشطة، ونسيبهم كده يغلوا 10 دقايق كمان ويبقى استوى. في الوقت ده نجهز الدقة بتاعتنا. هنقطع كده فصين توم شرايح تخينة، وهنحتاج معلقة من الكاتشب وعصير ليمونتين وكمون وشطة، ونقلبهم كويس قوي، ونسيب الخلطة دي كده 10 دقايق ربع ساعة كل الأطعمة تبتدي تختلط ببعض، وبعد كده هنستخدمها على طول على الحمص. كده الحمص بتاعنا كان استوى. ناخد بقى معلقتين من الدقة الجميلة اللي عملناها، وعلى طول نحط كده الحمص بتاعنا، وزودوا بقى المية لو عايزين تزودوا ليمون أو شطة. طعم المية بتاعت الحمص بيبقى جميل قوي بالإضافات اللي احنا حطيناها، وطبعا الدقة بتظبط الطعم. جربوا تعملوا الحمص بالطريقة دي وقولولي رأيكم، وأشوفكم في وصفة تانية. Thank you.